الكفتان المصري ظهر بالشكل اللي نعرفه دلوقتي في عهد محمد علي في القرن ال19، لما بدأ الجيش يتنظم واليونيفورم يبقى جزء من الحياة اليومية. الكفتان كان في الأول لبس للرجالة بس، لكن مع الوقت دخل بيوت الستات وتحول لزي تقليدي مصري خالص. كل منطقة بقت ليها طريقتها في لبسه. الصعيدي طويل وواسع، والبحري قصير وألوانه فاتحة. ويلا بينا يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. الكفتان بقى زي البيت المصري نفسه، مفيش مناسبة الا وليها لون وشكل معين. الابيض للفرح، الاسود للعزا، والملون للاعياد والرحلات. في رمضان بالذات كان الكفتان الملون هو اللبس الرسمي للفطار والسحور، وكل عيلة بتلمع قفطينها قبل رمضان بشهر عشان تبقى جاهزة. النهاردة الكفتان بيرجع بشكل جديد، مش بس في البيوت لكن في الشغل والخروجات والكافيهات. في رودانيا ستايل هتلاقي كفاطين رمضانية بألوان مخصوصة للشهر الفضيل: أصفر التمر وبرتقاني قمر الدين ووردي الشربات. قصات تفصل بين الجسم، مش الوسعية القديمة. أقمشة قطن خفيفة تتنفس في الحر وتدفيكي في البرد وتحافظ كمان على شكلها. احنا دلوقتي بندور على حاجة ترجعنا لجذورنا من غير ما نبقى قدام، والكفتان هو حلنا. طعم الطفولة بقصة تناسبك، تلبسي في السحور وتطلعي بيه بره وتحافظي على روح رمضان في لبس يناسبك دلوقتي. رمضان ده وقت الكفتان، والكفتان في رودانيا ستايل مستنيكي. وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك والانستجرام @رودانيا_ستايل، وزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استنوني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح زمن جديد أو بلد تانية. وافتكروا دايما life is party, dress like it. Bye. Stop.